النهارده كنت حابب اتكلم عن اقوى علاقة عاطفية في التاريخ او اقوى علاقة حب على مستوى العالم من وجهة نظري يعني. وهي العلاقة اللي بدأت من زمان جدا ولسه مستمرة لحد دلوقتي. بل دي بتتجدد كل يوم وبيحبوا بعض اكتر وبتقوى اكتر، يعني ربنا يحفظهم طبعا، بسم الله ما شاء الله، يعني مش بحسد والله. وهي علاقة الحب اللي بين الدولار والجنيه. الدولار كان ماشي في امان الله في البنك، فجأة شاف الجنيه فحبه من اول نظرة، وقعدوا يسبلوا لبعض فترة كده، واللي هي اما الدولار كان ب6. بعد كده بقى ابتدى يحب ياخد خطوة بجد. راح رايح مكلم أهل الجنيه، قال له عمي أنا جاي طالب إيد الجنيهات بنت حضرتك. قال له يا ابني واحنا هنلاقي أحسن منك عملة فين في العالم عشان نسيبها؟ أنا موافق. وابتدت فترة الخطوبة. في فترة الخطوبة الدولار كان بيتكسف شوية، فكان يجي يمسك إيد الجنيه يبقى ب8. شوية يخرجوا مع بعض يبقى ب9. والكسوف يقل الكسوف يقل لحد ما الدولار فجأة راح موطي كده وبايس الجنيه بقى ب12. لحد ما جت اللحظة الحاسمة، اتجوزوا وجت ليلة الدخلة. راح الدولار ماسك الجنيه كده وداخل حدفه على السرير وقافل باب الأوضة. قال له بقولك ايه، انا مش قادر استحمل اكتر من كده. انا ايه، انا صابر عليك بقالي كتير، تمام؟ انا عايزك تقوم كده تهز جنيهاتك وتفك وترقص لي، دلعني. طبعا الجنيه مغلوب على امره قوي، راح قايم ابتدى يرقص يبقى ب12، ويرقص يبقى ب13، ويرقص يبقى ب14، وينزل تاني يبقى ب12، ويطلع تاني يبقى ب15. لحد ما الدولار قال له بس كفاية، تعالى. هدفع السرير، عمل عملته، والدولار بقى ب17 وعمال يزيد الموضوع مش عارفين رايح فين. لحد ما الجنيه جه في يوم وقال له عاجبك اللي عملته فيا ده؟ خدت اللي انت عايزه مني، خدت اللي انت عايزه مني، خلاص تعالى اشوف لك حل في المصيبة. انا اتعومت. فالدولار فرح جدا، قال له بجد؟ بجد يعني انا هبقى اب؟ المهم الجنيه اتعوم، وبعد 9 شهور خلفوا وجابوا بقى اولاد كتيرة. جابوا ابن سموه غلاء الاسعار، وابن كده صغير سموه غلاء البنزين. والعلاقة مش عارفين يا جماعة رايحة لحد فين بجد. بجد الموضوع بقى صعب جدا. انا معلش انا اسف، مضطر اقفل الفيديو عشان مولع النار دي بقالي كتير، فهطفيها. شكرا.